ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل احلى كفتة مشوية انتوا هتشوفوها. متنسيش بقى اللايك وتعليق الجميل، وتعالوا نصلي على النبي واقول لكم احنا عملنا ايه. انا جبت فلفلاية زي ما انتوا شفتوا كده في اول الكبة وقطعتها، تمام. وجبت رغيف عيش بليته وبعصره كده، وهنزل في الكبة برضو عليه. ومعايا حتة ليا جايباها من عند الجزار، هنزل برضو عليها، تمام. وهضربها زي ما انتوا شايفين كده. يبقى فلفلاية ورغيف عيش زي ما انتوا شايفين كده مبلول، واللية. وهضربهم كويس في الكبة. وهكون مجهزة على جنب بصلاية مبشورة ومصفية المية منها. متنسيش بقى تعملي لايك وتقوليلي ايه رأيك في الوصفة. وما تنسيش تدعي لماما ان هي تقوم بالسلامة وتخف في اقرب وقت ان شاء الله. اهي زي ما انتوا شايفين اتضرب الحاجات اللي انا حطيتها، تمام. هنا هصفي بقى البصلايه اللي انا بشرتها في المبشره. المية دي انا هخليها على جنب، هنصبع بيها الكفتة. لازم تصفي البصلايه كده عشان اللحمة وانتي بتدعكيها كده ما يكونش فيها مية الكفتة. الكمية اللي انا بعملها دي على نص كيلو من اللحمة المفرومة. عايزه اقول لكم ان الكفته بجد كانت طريه ومش ناشفه ومكتومه، لا بجد بجد كانت جميله جدا. هنا بقى هنزل باللي انا ضربته اللي هو العيش، رغيف العيش المبلول متصفي، والفلفلايه والليه. هنا ممكن تحطي فلفل حامي زي ما انت عايزه، تكون سبايسي كده شويه، تمام. انا بقى معايا خلطة الكفتة زي ما انتم شايفين كده. بتاخدي معلقة. الكيس ده انا كنت واخده منه قبل كده، تمام. وفلفل اسود، وتظبطي الملح، والبابريكا حوالي معلقة. بتحمر لونها بتديها حلو كده، معلقة حلوة كده من معلقة معلقتين يعني. هتبدأي بقى تدعكي الكفتة لحد ما اللحمة تفتل معاكي. ادعكي كويس جدا. هنشوف هتفتل معايا ازاي.
بصوا بدأت ان هي تعمل الخطوط الخيوط دي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا فتلت ازاي وقوامها. تمام، انا خلصتها كده. هسيبها بقى في التلاجة شوية كده. تمام، وبعد كده هبدأ بقى ان انا اطلعها. انا صبعتها بايدي لان انا ما كانش عندي سيخ، وما كانش عندي مثلا اي معلقة خشب ايديها اللي هي بتبقى مدورة دي. ودي مية البصل، وحطيت عليها معلقة من الكاتشب. تمام، بدعكها كده في ايدي زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى ان انا اعملها كور، اعملها صوابع زي ما انت عايزة، زي ما انت عايزة يعني. الجيش قالك اتصرفي. تمام، وجايبه بقى الصينيه اللي انا وريتها لكم دي، حطيت فيها شرايح بصل كده بزيت. ولو عندك سماق، بس انا ما كانش عندي، تقدري ان انت تحطي على البصل شويه سماق كده، تبقى ايه خطيره. وتخلي بالك لان الكفته دي ما بتاخدش وقت في التسويه. ممكن تسويها على البوتاجاز بتتسوى اسرع، وممكن تسويها في الفرن. بتشكليها بقى زي ما انت عايزه. وهنا انا خلصت بقى الكميه، وهدخلها الفرن. ممكن لو عندك شويه بقدونس تحطي في الخلطه وانتي بتضربيها في الكبه. بصوا بقى استوت وجميله، والبصل اللي تحتيها ده بيبقى واخد من طعم الكفته، بيبقى ايه حاجه في غايه الجمال. يلا ان شاء الله اشوفكم بقى في وصفه تانية. الفيديو كده خلص، مع السلامه.